السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز الفني لخدمة الديزل يصلح وربط طلمبات ورشات. طبعا يا جماعة النهارده السبت، ربنا يرزق النهارده الاثنين، يا رب ربنا يرزق كل الناس. طبعا زي ما انا متعود باخد يومين جامبو ويومين دبابات. ده طبعا عشان طبعا تركيز الواحد يبقى في نوع واحد، التركيز كله يبقى معايا. جامبو يبقى انا اليوم كله النهارده جامبو، يبقى انا مركز بس في الجامبو. دبابه يبقى انا مركز برضه في الدبابه. طبعا انتوا عارفين ان الترومبو والرشات دول عاملين زي مخ البني ادم بالظبط، وبتتعامل معاهم اكنك بتتعامل مع اكنك بتعمل عمليه قلب مفتوح. طبعا ربنا معايا الدمكسات اهيت، معانا دمكس دوبل كابينه هي جايه من الوادي الجديد. وتعالوا مع بعض بقى نتعرف على الناس دي وايه مشاكلها، عشان احنا متعودين ان احنا نعمل لكم قبل وبعد ونوريكم المشكله بحذافيرها. عشان طبعا لو عندك نفس المشكله وانت طبعا مش عارف تجيب المركز الفني لخدمة الديزل، يبقى انت عندك المعلومه، ويبقى انت مخلي بالك المشكله دي بتعمل ايه، ولو العربيه معاك بتعمل مشكله ايه تخلي بالك بالدنيا ايه اللي في العربيه. فتعالوا مع بعض نتعرف على الناس جايه منين، ونشوف العيوب ديت، عشان لو عندك نفس العيب يبقى انت برضو ايه شفت العيوب وعارف العيب ده فين وعارف هيتكلف كام وهيصرف ايه. تعالى يا باشا، دي اول عربيه اهي. طبعا دي جايه مش حللها ترومبه، حللها وش بس اهو، واربع رشاشات. مش شرط كل ترومبات حل يا جماعه، دي جايه تعديل واربع رشاشات نظافه بس. تمام. معانا الدمكس دي، تعالى يا هندسه. ومعانا الدمكس ديت اهي، دي حله ترومبه ورشاشات. انت منين؟ خد يا محمد، انت منين يا باشا؟ منين؟ امسك كده. من العمرانيه؟ ده الراجل ده جاي من العمرانيه. كانت ايه مشكلتك في العربيه؟ الشاشات ما بتتحكش علي صوتك. ما بتتحكش وفيها عشر الصبح وبتغير. العربيه ما فيهاش سحب خالص. ايوه 80. 80. عايز تمشي كام؟ عايز امشي بمواعيد الله. طب دي عباره عن ميكس حلنا ترومبه ورشات ديت، ترومبتها جوه. وفي موضوع كده، تابع الفيديو الاخر عشان اوريك حاجه عمرك في حياتك ما شفتها. تمام. تعالى. ومعانا الدبابه دي يا جماعه. تعالى يا صاحبي، جاي منين؟ جايلك من امبابة. امبابة احسن ناس. الله يخليك. ايه مشكلتك بقى؟ المشكلة ان العربية دي لسه الراجل ده جاي لي قبل ما اعمر بيوم. عدى عليا قلت له ترومبه مش عاوز تحله. قال لي طب خلاص هاجي لك بكره. الحمد لله، لا الحمد لله ما عملتش حاجه في العربيه. مش عارف راح، المهم العربيه ده رزقه لفت سبيكه. قلت له الحمد لله انا ما عملتش حاجه في العربيه، عشان لو عملت حاجه كلنا بميكانيكي بكله يعلق شم. لا مش هنعلق شمعتنا على الترومبه. الله يبارك لك. هيقول لك الترومبه هي اللي عملت كده. انت بقى ايه مشكلتك وعاوز تتكلم تنصح اصحاب العربيات بايه؟ المشكلة يا باشا ان العربية دي اتعمل فيها شغل عشوائي. تمام. العربية دي اتعمل فيها شغل عشوائي بالنسبة للترومبة وبالنسبة للرشاشات. اتعمل فين؟ اتعمل يعني مش عندي. لا مش عندك، ده بره. لا انا جاي عندك اصلح. انا جاي عند الراجل اصلح العك اللي اتعمل بره. لا يطلع على طول يا باشا، انا جاي لك كلمه بنزلها. حصل. انا جاي لك انت علشان الشغل اللي اتعك بره انت تصلحه لي، لان بصراحه يعني العربيه ما كانتش مظبوطه نهائي. العربيه مفيش منها، يعني لسه معمره وعامره ستاندر وكل حاجه، بس كان شغل عشوائي بصراحه. عم احمد الله يبارك له، الناس كلها شكرت فيه ان الراجل لا الله يبارك لك والله العظيم على الناس، ان الراجل لا هيعمل الصح، لان كان في شغل عشوائي كتير اتعمل في المكنه. هو دخلوني الدوامه بس. والله لو جيت لي قلت لي ايوه عندي غلط تكاد بيجيب زيت، انا ما بحلهوش، لان انا خلاص انا ربنا مديني باب رزق. المشكله على الناس بقى ان في واحد هو اصلا ميكانيكي داخل في كسر الرشاشات والترومبات، انت مالكش فيها. ما انصحش اي صاحب عربيه يا جدعان، والله الترومبه والرشاشات ممكن يدمروه. حقيقه الترومبه والرشاشات لو مش مظبوطين صح، لو مش معمولين صح، لو ما فيش جهاز زي ده كده ما ينفعش. لازم احنا بنشتري اجهزه وبنشتري الكلام ده كله عشان نختبر الترومبه قبل ما نحطها في العربيه. لان طبعا اتكلمت في بعد كده، خليها بتجيب جاز على الزيت، خليها ما بتقطعش ميزان، خليها جازها كتير، خليها مش ماسكه صرنسيل، خليها بتغير في الدار. هتعرف ده كله منين؟ هتقول لي انت سهل يا جدعان. ترومبه ورشات ما تخليش حد يلعب فيهم. مش شرط تيجي عند احمد ديزل في 5000 بني ادم احسن من احمد ديزل. لا الناس الله يبارك لك بصراحه. تمام. بس ابوس ايدك بلاش تروح لميكانيكي يلعب لك في الترومبه. الترومبه يا جدعان مش اي مش اي حد يلعب فيها، خليها متخصص بس. يعني الترومبه والرشات ليهم تخصص بس. زي ما في عفشاجي وفي كهربائي، ربنا مجعل لكل واحد باب رزق. انت ما تروح اصل بيعمل، اصل بيسوي، اصل بيجنن العربيه، اصل
كل ده شحط. الناس انا الشغل اللي اتعمل فيها لو كنت مشيت عليها شهر كنت عرفت العمره دي تاني، لان المكنه كانت واخده جاز زياده. بيحكي على الدهون. انت النهارده يا باشا كل واحد، انا النهارده راجل بتاع ترومبات او زميلي بتاع ترومبات عارف الترومبه على التيست. لو لعب في مسمار الجاز سنه سنتين 3 10 فاهم هو بيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيضرك ازاي؟ مش هيضرك. ده كله لان انا متخصص ترومبه رشاق بس. ما لو جيت لي قلت لي عندي خرطوم بيجيب ميه اقول لك ماليش دعوه. يعني النهارده اهوت يعني راجل جنبي اهوت بيقول لك التربو فيه مشكله، قلت له مش بتاعتي. اصل النهارده يا جماعه تعالوا بقى مع بعض عشان طبعا في كلام بيتسمع كده وفي ناس بتطلع تقول كلام مش مظبوط. يا جدعان لما اللي يطلع يقول كلام يدي الموعظه للناس صح، يدي المعلومه للناس صح، ما تلعبش بدماغ الزبون. يعني انا سمعت فيديو كده من قبل من الاخ برضه محترم ليا بيقول لك الرشات ما بتتظبطش. يعني انا كل طقم رشات يبوظ اقول للزبون روح هات طقم رشات ب 12000 جنيه ولا ب 10000 جنيه؟ ما ينفعش. السوست ومش السوست لا طبعا بتتظبط. وتعالوا مع بعض اوريكم على الفعل بتتظبط ازاي. اهو انت كده تعال نتعرف على اخواتنا جايين لنا من عمر مننا بس على انت كده. ايوه انا مش عارف اطلعك انت. ايه؟ من وادي الجديد؟ ايه مشكلتك؟ الصبح نفضل جنب العربية. بالنسبه يا جماعه العربيه لما تغير في الصبح في الدواره بيبقى عيب جهاز شفط. جهاز شفط بيبقى من بالليل للصبح مريح، تيجي انت تدور العربيه تاخد لها بتاع 5 6 ثواني عقبال ما تنتظم. ليه؟ يبقى الترومبه فضيت. لو انت جيت الصبح كاركت من غير ما تدور هتقوم الصبح الدوره تمسك سرنسيه. اللي بيخلي العربيه ترقش الصبح في الدواره اول ما تنتظم بيبقى الترومبه فاضيه جاهز. يبقى الترومبه الصبح جت من الليل للصبح رجعت الجاز اللي فيها، تيجي انت تدور الصبح تاخد لها لفتين 3 وبعد كده تدور بس دور فيها رعش لحد اما الترومبه تغذي جاز وتغذي المكنه جاز تقوم منتظمه. مش ده اللي كان بيحصل معاك؟ ده بالنسبه لحوار الدوره الصبح. تعالى بقى مع بعض كده عشان الناس اللي بتقول لك الرشات ما بتتظبطش. لا الترومبه متفرتكه قدامك اهو والرشات متفرتكه قدامك اهو. بص يا باشا الترومبه دي الرشاش الديمكس على السوستتين. السوسته اللي تحت السوسته اللي فوق ما بتلعبش فيها، اللي هي دي ما بتلعبش فيها. هات لي ده بص من جوه دي ما بتلعبش فيها. دي اللي بتلعب فيها. بتلعب فيها ازاي بقى؟ بورد مسافه ايارات. يعني انا النهارده حطيت التيست الرشاش على التيست مثلا جايب بياخد نفترض هو الخواجه بياخد 220 نازل كده وحليت واحد 24 ولا 23 وحطيته على الجهاز بياخد معاك 220. خلينا النهارده الرشاش جاب معايا 180 عاوز يعلى ما مش همسك البنسه واعليه، لا في حاجه اسمها ولد مسافه بحطها يا اما غير تاني الصوت جديد زي ده كده. واللي يقول لك الرشاشات ما بتتظبطش وطبعا دي اول مره تحل رشاشات مش محتاجه سوست مش محتاجه اي كلام. طبعا السوسته اللي فوق دي لو اتلعب فيها بتعمل صوت نقرزه في المكنه اكنها فيها بيستم. وقت القران شويه. السوسته الصغيره دي بتاعت الاعراض. دي بتاعت الاعراض. فالنهارده اللي يقول لك الرشاشات ما بتتظبطش قول له لا بتتظبط. هو النهارده انا خواجه منزل لك كده عيار وفواني اصلي بالقعده اهي. انت بقى عاوز تجيب تريح دماغك وتعمل الصح هات فواني بالقعده اللي هي القعده دي. في فواني بتيجي من غير قعده، لو جبت من غير قعده هتعمل معاك نقرزه وهتحدد معاك دوسه مش العربيه مش هتبقى اخرها 120 وهتيجي تسمع العربيه هتحس اللي فيها صوت زي صوت بيستم او صوت زي صوت تكات مفتوحه. ما بيبقاش ولا بيستم ولا تكات، بيبقى عيب رشاط. الفوني لما بتيجي بالقعده كده انت بتركبها هي واخده خلوصه مع نفسها اهي. طبعا احنا ظبطنا الكلام ده اهي. هوريك الفرق الرشاش وهو شغال وهو مش شغال. هات لي الرشاش اللي بتاعت الزبون ده هنا وكده. طبعا احنا متعودين ان احنا نعمل لكم كل حاجه قدام عينيكم. فك يا ابني كده اهو. تعالى يا ابني لف جوه. بص كده قرب يا ابني تحت كده شويه. بصوا يا جماعه كده الرشاش شغال. كده الرشاش مفروض بيعمل معاك كام رتم؟ يعني المفروض يعمل معاك كده على الشغل الرشاش ده وظبطوه يعمل معاك 11 كيلو في الرتم. 11 كيلو في الرتم. او البار قليل او البار واطي او الكلام ده او البار واطي يعمل معاك 9 8. كل لما يكون البار الرشاش واطي ياخد معاك جاهز. ده واحد اهو تمام. هات الرشاش فين تخلص يلا خش. هات طبعا الرشاش اهو ومعايا جهاز. لو الرشاش مش مظبوط هبان معايا على الجهاز. هو علي كده قرب يا ابني. بص شايفين
ده كده مش شغال، ده كده ياكل جاز ويدخل، وكتر الجاز على البستم غلط. هنقول في الشتاء مش هيضرك لان الجو بقى ساقع، بص في الصيف يضرك لان في الصيف الجاز بيبقى سخن والجو حر، كميه الجاز اللي نازله على البستم مش عاوزها. وطبعا تعالوا كده يا ابني، ده الجهاز يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا انا النهارده بيختبر الجهاز ده، بيختبر معايا سرعه، بيختبر معايا مارش، بيختبر معايا دواره، بيختبر معايا الترومبه اتغير في الدوره ولا لا. كل ده بيبان على الجهاز قبل ما بركب الترومبه، لان نزلت من على الجهاز ما بلعبش فيها، الدرجين بتركب كل حاجه بتركب ما بلعبش فيها. لو الميكانيكي بقى لعب فيها، هل هو الكلام ده كله عنده؟ لو قلت عند ميكانيكي عنده الجهاز ده مش هيقف، ما عندوش الجهاز ده ما تقفش، عشان انت كده بتضر نفسك. واحنا يا جماعه بنعمل الكلام ده والله مش عشان احنا بنصرف كتير، عشان اللي احنا بنعمله يوصل لك. لا تفكر ان احنا بننزل الفيديو خلاص، لا احنا بنعمل اعلانات وبنعمل قصه عشان يوصل لك المعلومه وتشوف المعلومه. مش شرط تجيلي، مصر كلها مليانه بتوع ترمبات احسن مني، بس احنا بنوصل لك المعلومه عشان خاطر انت تخلي بالك ان ترومبه ورشات مش اي حد يلعب فيهم، وترومبه ورشات هم العربيه وهم المكنه. تعال انت كده يا صاحبي، تعال انت كده. حقيقه كلامك مظبوط. كده بعيد ده مش فاهم الحاجه بتعمل. انا بعدت ليه؟ مش فاهم انت بتعمل ايه؟ رحت رايح بعيد بس مش اكتر. في لقطه كده ايه نوري فيها الناس. مش فاهم وجهه نظرك. انا فهمت، انا مش فهمت بتعمل ايه اصلا. انا فهمت نقطه ضعف. ايوه كنا بنقعد نصور طيب يا جماعه، بعد ما خلصنا الديمكسات الحمد لله، الحمد لله اكبر. تعالوا مع بعض كده نشوف الدنيا فيها ايه والعربيه عامله ازاي. تمام، ادي اول واحده خلصت اهي. طبعا دي كانت فيها رعشه وهزه. تعال نبطل ندور كده زي ما شايفين. الله اكبر اهو. بطل يا ابني، دي كانت فيها هزه في اول الدوسه ورعشه في اول الدوسه. دور زي ما شايفين. ادي الثانيه اهي. تعال على الهندسه كده ان شاء الله. الله اكبر. بطل كده. بطل العربيه دي. ادم دور دور زي ما تشوفون. الله اكبر اهو. ادي الثانيه اهي. بطل دور يا هندسه العربيه دي. طبعا العجل ده كله بعد ما خلص يا جماعه. العجله كده يا صاحبي. تمام زي ما انتم شايفين اهو. الله اكبر. معانا الدبابه دي لسه بتتحل اهي. دي لسه بتتحل اهي. ومعانا طبعا زي ما انتم شايفين اهو. امسك كده بطل العربيه. ستوب. تعال تعال يا باشا. ايوه طبعا يا جماعه لما خلصنا الدبيكس اهي بامانه الله ما تجاملنيش. والله العظيم 10 انا باخد حقي ثالث ومثلث وبص زي ما اديتك حقك باخد حقي وانت هتاخد بامانه. حقك بزياده. طب كفايه السحب عامل ايه؟ 10 على 10 100 100. طب لما دورنا والعيون ما عجبتنيش عملت ايه؟ رجعت فكيته ده بقى. فكيت كده عنه وش الميزان وظبطت العربيه عشان العربيه كانت اول ما بتدور فيها هزه مش عاجباني. تمام. طبعا الدوكس دي كانت جايه مشكلتها هزه في اول الدوس. الحمد لله وعملناها من غير ولا غير فواني ولا غير اي حاجه. عاوز تقول حاجه من ورا الكاميرا؟ انت عاوز تقول حاجه من ورا الكاميرا؟ انا اهم حاجه تبقى انت مبسوط. ايوه شفت انت بتضحك عليه ازاي؟ انا عاوز الضحكه الحلوه دي. حبيبي. وطبعا معانا الدبابه دي. تعال نفسك تقول ايه بقى؟ الله بص يبارك الضحكه لك. الحلوه دي اللي بتبسطك اقسم بالله. الله يبارك لك. يعني دي اهم حاجه ان انت انا منفوخه. الله يبارك لك. هندسه بصراحه العربيه على ابوها. الله يبارك لك بجد والله. بامانه والله. الله يبارك لك وتسلم ايدك. اي حاجه حد بيقول لك اطلع بره حاجتك ما بتركب قدام. لا يا باشا، لا لا لا، مفيش الكلام ده بامانه. بامانه الله، بامانه الله مفيش الكلام ده. الله يبارك لك. تعالى كده الموضوع كله يا جماعه. العربيه الله اكبر عليها في الصالونسانه كنت جاي عماله تعمل كده. الله اكبر الله الموضوع اكبر. كله يا جماعه، الموضوع كله 2 متر ب 2 متر بس. الله اكبر. موضوعنا صغير، موضوعنا صغير بس بنشيل ابطال وبنجيب ابطال. الحمد لله. انا اهم حاجه عندي الزبون ما طلع مرضي ويدخل له 14. تمام. انا لسه معايا عربيه الناحيه الثانيه اهي. ارفع لك فوق يا عبده. العربيه الناحيه الثانيه الزيت دي طبعا دي يعني انا بشكر عم الحاج وبعت له السلام من القاهره، وربنا يقدرني كده واطلعه زي ما هو عاوز. تمام. الحمد لله يا جماعه. احنا مبدأنا ان احنا نخرج الزبون من عندنا ندخل له 14 ودي اهم حاجه.
انت مبسوط؟ انا برد عليك اهو. دي اهم حاجه تبقى انت مبسوط. وعلى قد ما لا مش هتصورها، صورنا قبل كده. لا تقرا مراتي. انت هتفضحنا. ايوه. فطبعا زي ما انتم شايفين اهم حاجه عندنا والله لسه مش قصه ماده، لسه ان احنا نطلع الزبون زي ما هو. واي شغل يا جماعه انا بعمله بديك عليه ضمان سنه. وزي ما قلت لكم انا بتاع طرمبات مش ميكانيكي، لان انا ما عنديش وقت ولا مجال ولا وقت ان انا ادخل حد، ان انا ادخل حد معايا في الورشه ميكانيكي، لان الحمد لله زي ما انتم شايفين اهو ربنا طبعا يسترها وعلى كل الناس بمركز الفن خدمه ديزل. واتمنى من كل صاحب عربيه يتابع القناه عشان احنا عندنا مشاكل كتير بتجيلنا، فنخلي بالنا يعني اللي احنا بنعمله بنوعيك عشان تخلي بالك. مركز الفن خدمه ديزل، عنواننا القاهره نزل الباسوس امام البرج الابيض. ماليش اي فروع ثانيه يا جماعه، ماليش اي فروع ثانيه، عشان بس الناس اللي بيحصل مشاكل. ويمكن عم عزت عمل لقاء مع حد قبل كده ما جاش عندي اصلا، راح ورشه ثانيه وحصل مشاكل. فيا جماعه انا ماليش فروع ثانيه وماليش ارقام ثانيه غير اللي على اليافطه ديت. ودي يافطتي ايه؟ دي ارقامي كلها، عشان احنا مالناش دعوه باي حاجه ممكن تحصل. مركز الفن خدمه ديزل يصلح ونظافه الطرمبات والشرب. ارجع ورا وبس.